فإما أن تتحدوا لتعيشوا. صراع يتجدد بين تنظيمي القاعدة وداعش المتطرفين على شكل اتهامات متبادلة بين زعيميهما، وهي الاتهامات التي كشفت خفايا كل منهما. فأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة شن هجوما على من وصفهم بكذابي إبراهيم البدري الملقب بأبي البغدادي، متهما إياهم بالافتراء والكذب وأنهم قدوة لمتقاعدي ضباط جيش صدام واستخباراته، كاشفا عن رسالة سابقة طالبهم فيها بعدم استهداف الأماكن العامة والمساجد والحسينيات والتركيز على قوات الجيش والأمن والشرطة. ورغم تكرار نقدنا لهم فلم يذكروا من هم هؤلاء القلة المجاهيل الذين زعم إبراهيم البدري أنه صار خليفة ببيعتهم له. وها نحن اليوم نطالبهم ونطالب إبراهيم البدري بأن يذكر لنا أسماء وتاريخ وصفات من عقدوا له البيعة المزعومة، وبالخصوص من كان منهم في جيش صدام، وبالأخص من كان منهم في استخبارات صدام، وبأي حق سلطهم على رقاب المسلمين.